السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير جميعا. هنعمل مع بعض النهارده فيديو جديد. الفيديو بتاعنا مليان حاجات جميلة كلها. ده فيديو عزومة انطلب مني الصبح. كان المفروض يتسلم المغرب. طبعا انا ما بقبلش اوردرات في نفس اليوم. الاوردر عندي بيكون قبلها بيوم. هو اوردر العزومات اقل حاجة قبلها بيومين. بس هعمل ايه لما يكون الشخص اللي طالبه شخص عزيز عليا؟ مبقاش عارفة اروح فين ولا اجي منين ولا حتى ارفض الاوردر. فاضطريت اقبل الاوردر واستعنت كده بالله وقلت ايه، نبدأ كده بسم الله ونشوف هنعمل مع بعض ايه. هنا معانا حمام ومعانا ممبار وفراخ مشوية وبانيه وهنعمل فتة. بصوا يعني معانا كمية حاجات حلوة كده وهنعملها كلها في نفس اليوم. حلو كده نبدأ مع بعض عشان ما اطولش عليكم المقدمة. بس بس اتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك عندي في القناة ويضغط زر الاشتراك عشان يوصله كل جديد بعد كده. اضغطوا لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. هنا مع بعض بدأت كده أول حاجة بقشر كمية بصل لأن هحتاجه في حاجات كتير، سواء بقى في تسبيكة المحاشي وسواء في الممبار أو في كل الحاجات التتبيلات والحاجة. فهقشر كمية البصل واغسلها واضربها معايا في الكبة واخد منها بالمقدار اللي أنا عايزاه لكل حاجة، بتسهل عليا كتير. هنا احنا هنعمل مع بعض محاشي مشكلة، وهعمل ممبار وهعمل فراخ مشوية وهنعمل بانيه وهنعمل نعمل ايه، هنعمل فتة وحمام. بصوا حاجات جميلة جدا وهتنفعكم، أفكار حلوة قوي هتنفعكم في العزومات. أنا هنا قشرت البصل. طبعا أنا قشرت الكمية دي ولو احتاجت تاني هكمل، بس عشان ايه ما يبقاش معايا وهيترمي. هنا أنا قشرت البصل وغسلته كويس وهاخده على الكبة كده نفرمه مع بعض. طبعا أنا عندي الشغل بتاعي الأوردرات باخدها، الحجز بيكون قبلها بيوم. أي أوردر لو هو أوردر عادي مش أوردر عزومة. أما بقى الأوردر العزومات اللي زي دي يعني أقل حاجة عندي يومين، وهو أصلا بيتحجز قبل كده يعني ممكن 3 4 أيام ممكن أسبوع كمان. فالأوردر انطلب من حد عزيز عليا فما كانش ينفع أقول لأ، وهما كانوا ضيوف جايين لها فجأة فما كانش ينفع أقول لها لأ. فهنا اشتغلت واستعنت بالله كده والحمد لله يعني خلصته. يعني ممكن يكون اتأخرنا ساعة عن الميعاد المفروض يتسلم فيه، بس الحمد لله خلص وعجبهم الأكل جدا. نبدأ هنا مع بعض. هنا أنا هعمل تسبيكة المحشي. المحشي بتاعي يا جماعة للناس اللي ما شافتوش او ممكن هنا يكون مش واضح شوية لان هصور كذا حاجة مع بعض. الناس اللي لسه داخلة جديد على القناة ادخلوا على القناة هتلاقوا طريقة عمل المحشي بتاعنا وهم كل اللي بياخدوا عندي في الاوردرات بيرجع يطلبوا تاني، ورأيهم بيكون فيه ان هو حاجة حلوة جدا وما دقوش قبل كده. انا هنا حطيت شوية زيت وشوية زبدة كده شوية محترمين والبصل بتاعي. باحمّر هنا البصل لمّا بيوصل معايا للون ده. بصوا شايفين اللون الأصفر ده؟ مش بادبّله يا جماعة، أنا باحمّره لحد ما يوصل للون الأصفر ده. ما حدّش يقول لي لأ وهيبقى تقيل وهيبقى لا، لا، لأ، جرّبوا واحكموا بعد ما تجرّبوا لإن الطعم بيفرق جدًا. وهنا طبعًا باحط بقى عصير الطماطم بتاعي. أنا الطماطم عندي كنت حاطة فيها بنجر فكان لونها أحمر أوي. أنتِ بقى لو ما عندكيش ممكن لازم يعني أساسي بتحطي صلصة شركات، صلصة بتاعة العلب، بتحطيها قبل ما بتحطي عصير الطماطم. تفضلي تقلبيها كده شوية لحد ما تطلعي المادة الحافظة منها، وبعد كده بتنزلي بعصير الطماطم. أنا الطماطم بتاعتي كانت حمرا وحلوة وكنت حاطة فيها بنجر، والصراحة كانت الصلصة خلصانة من عندي فاستبدلت بالبنجر يعني عشان ما عنديش صلصة. وبحط الملح في الأول برضو كده، ما بستناش الصلصة تتسبك وبعد كده أظبط الملح بتاعها. لا كل حاجة عندي من الأول ما عدا البهارات. طبعا ما بحطش أي بهارات في الصلصة. هنا بقى لما الصلصة بتاعتنا تتسبك وتتظبط هنبتدي مع بعض نجهز الرز بتاع الحمام. حطيت شوية زيت وهنا شوية حتة سمنة كده بلدي. الحمام يعني سمنة بلدي. ابتدي بقى اسيح السمنه كده ونسخنها مع بعض، وبعد كده هننزل بالبصل بتاعنا. طبعا انا في الوقت ده كنت ناقعه الحمام والفراخ والبانيه وكل الحاجات دي كنت ناقعاها وغسلاها كويس علشان ابتدي على ما الحاجات دي تتسبك وتجهز معايا ابتدي اتبل على طول. وطبعا كنت حاطه اللحمه تستوي برضو عشان الفته، فكنت شغاله كذا حاجه في وقت واحد. انا هنا حطيت البصل. حتة السمنة البلدي اللي بنحطها مع رز الحمام دي بتوديه في حتة يعني 17 خالص. يعني عايزين نكلف الحاجة ونخدمها كويس هتطلع معاكي أحسن ما تتوقعي كمان. وهنا دي طبعا الكبد والقوانص بتاعة الحمام قطعتها غسلتها كويس وقطعتها
وبحطها هنا على البصل بعد ما بيدبل كده معايا، واقلبها بقى معاه كويس. وبعد ما تتشوح معايا ابتدي انزل بالبهارات بتاعتي. حطينا ملح وفلفل والسبع بهارات ورشه القرفه الحلوه الجميله اللي هتدي رز الحمام بتاعنا طعم كويس جدا. ابتدي اشوح الرز بقى لحد ما يبقى معايا بالشكل ده. انا هنا بشوحه مش بسويه. ممكن بقى بنديله بتاع يعني ربع كوبايه ميه بس ايه عشان ما ينشفش معايا وهو بيتشوح. وبعد كده بسيبه يبرد وبعد كده بحشي فيه على طول. انا عندي هنا الحمام مغسول كويس ومنقوع. طبعا الحمام بيتسقف يعني ايه بيتفتح من تحت الجلد. هنا لو انت مش هتعرفي تعمليه بتخلي الراجل يعملهولك، او اللي انت بتجيبي من عنده الحمام هو ايه هيفتحهولك من تحت الجلد. وبيتحشي من فوق بيكون افضل جدا. وبعد كده توزعي الرز زي ما انا هعمل كده بالظبط، لان لو فتحنا الجلد من تحت من عند الرجل كده من تحت هتتقطع منك وانت بتحشي. الافضل انك تحشي من فوق وتوزعي الرز كده زي ما انا عملت. انا هعمل معاكم واحده واوريها لكم كويس عشان ايه تبقى الفكره واصله لكم، وبعد كده هكمل انا الكميه كلها مع نفسي. بصوا ببتدي احشي كده واوزع الرز انزله لتحت. انا هنا طبعا سايباها مقفوله من تحت، مقفول الجلد ما فتحتش الجلد من عند البطن. بفتحه كله بفرغه كله من فوق بصباعي كده من عند رقبه الحمام من فوق، بحط صباعي من جوه وابتدي افرغ. ومش بحب احشي من جوه يعني ما بحشيش البطن من جوه علشان الرز اللي بره بيستوي واللي جوه بيفضل ايه ناقص سوا شويه. ولو فضلنا سايبين الحمام في الميه عشان يستوي اكتر اللي بره ده بيعجن، فبفضل انه يتحشي من بره وجوه ده مش مستاهله خالص ان هو يتحشي. بصوا بقى هنا انا هنا وزعت الحمام. شايفين بقى انا قصدي ان الحمامه مقفوله من تحت من عند البطن، يعني جلد الحمام نفسه مقفول للاخر، يعني هو مفتوح من فوق بس مقفول من تحت. هنحشي كده ونبططها كده كميه كويسه بحيث ان احنا نعمل حساب لما الرز يستوي ما الحمام ما يفرقعش معايا. وطبعا لما اجي هسويها اقول لكم طريقه كويسه جدا للتسويه بحيث ان هي تخلي الحمام ما يفرقعش. اهو بصوا بنوزعه كده ونبطط وبناخد الجناح نحطه ورا رقبه الحمامه كده عشان يبقى شكلها حلو لما تستوي. وبنقفل بقى من فوق بالراس بتاعتها وبنحط الرجلين من تحت كده بنقفل بيهم. بنحطهم كده واحده تحت واحده كده زي ما انتوا شايفين انا عملت، وده بيكون الشكل النهائي ليها. وبقفل من فوق بقى بالراس، بدخل الراس كده من فوق وبقفل بيها. تمام. ده بيكون بقى كده معايا كمية الحمام بعد ما خلصتها كلها حشيتها كلها بنفس الطريقة. بصوا هوريكم برضو لما نيجي نسلقه ان شاء الله هوريكم طريقة حلوة قوي ازاي تسلقوه وتعملوا ايه عشان ما يفرقعش معاكم. طبعا انا حاطه المية بتغلي ولما اجي اكمله هوريهولكم. هنا طبعا التليفون بتاعي عمال بيفصل كل شويه لانه مش مشحون، ففصل مني وانا بتبل الفراخ والبانيه فمعرفتش اوريها لكم. بس انا بالنسبه لي تتبيله الفراخ اللي هي بتتعمل شوي في الفرن بتقتصر معايا على بصل وملح وفلفل وبهارات. حابه تحطي كاري حابه تحطي بهارات فراخ، انا بتقتصر معايا كده. بدعك البصل كويس وبتبل بيه الفراخ بتطلع طعمها حلو جدا ومفيش بهارات كتير اللي هي بتغير معاكي طعم الفراخ. البانيه معايا تتبيلته بتبقى عبارة عن زبادي وليمون وخل توم باودر بصل باودر ملح فلفل بهارات كاري والزبادي طبعا اساسي معايا ما بحطش فيها بصل خالص، بقتصر بالتوابل البودر. ده بيكون التتبيلات بتاعتي بتكون تتبيلات بسيطة كده بس بتدي طعم حلو في النهاية. وهنا الممبار بتاعنا غسلناه وقلبته كده وغسلته كويس ونقعته. وكان معايا ميه كده محطوطه على النار بتغلي عشان نعمل فيها الحمام. هي الميه اول ما بتبتدي تغلي معايا ببتدي انزل فيها ببصلايه متقطعه كده، يعني المعطرات بتاعه الشوربه بتاعتنا اللي احنا عارفينها كلنا. نبتدي نحط بصلايه بقى ورق لورا الملح الفلفل الحاجات الاساسيه اللي احنا بنحطها في الشوربه. ونبتدي بقى ايه نحط الحمام بتاعنا. هنا بقى بعد ما حطيت الحاجه بتاعتي نبتدي بقى ايه احط الحمام. اول حاجه الحمام طبعا انا زي ما قلت لكم نكون قفلناه بالراس من فوق زي ما انتم شايفين، وبنزل بيه بالراحه كده واحده واحده
بحيث ان انا اخلي بالي الرجل بتاعته ما تخبطش في بعضه، ان هو خبطه واحده بس من رجل الحمام دي هتفرقع معاكي البطن من فوق او هتجرحها تخلي الرز يطلع منها. انا ببتدي احطه كده، باخد بالي ان اتجاه الرجل يكون بعيد عن بعضه. اساسيات بقى سلق الحمام اللي بتخلي الحمام معاكي يبقى ماشي معاكي كويس كده وما يفرقعش او اي حاجه، ان هي انا بسيب مساحه، يعني بحطه في ميه كتير، ما بيكونش المكان الحله ضيقه عليه يعني. وبعد كده اول ما يبتدي يغلي معايا بهدي عليه النار، يعني ما تسيبوش يغلي كده على نار عاليه، لان النار العاليه دي من الحاجات اللي بتخليه يبتدي يفرقع والرز يطلع منه. هنا بقى معايا حله بقى على النار كده عشان نبتدي برضو نسلق الممبار بتاعنا اللي انا برضو حشيته، والتليفون بتاعي عمل معايا حركه مش كويسه وفصل، لان ما كانش فيه وقت خالص ان انا اشحن التليفون حتى، او ان انا احطه على الشاحن وانا شغاله. كان الوقت ضيق جدا وما كنتش عارفه حتى اصور لكم بقيه الحاجات. في حاجات كتير انا عملتها وما كنتش عارفه اصورها. انا هنا من خلطه المحشي طبعا اللي عملناها، طبعا ما صورتلكوش خلطه المحشي لان احنا عاملينه مع بعض كتير. زي ما قلت لكم اللي لسه جديد معايا على القناه ينزل تحت كده في الفيديوهات القديمه هيلاقي فيديوهات لخلطات المحشي بتاعتنا ويجربها ويقول لنا رايه. انا حشيت من نفس خلطه المحشي كده الممبار بتاعنا مش بنحشيه قوي برضو، بنحط فيه كميه رز مناسبه وبنبططه كده علشان الرز لما يزيد برضو ما يبقاش كبير قوي معايا، او الرز برضو يفرقع وياكل منه في الشرب. بحط الممبار برضو في ميه بتغلي، وبرضو بديله ملح كده وفلفل، ممكن برضو لو حابه تديله ورق لورا بصل، بس هو انا بكتفي يعني بالخلطه بتاعته وبديله ملح وخلاص. هي الخلطه بتاعته كويسه مش محتاجه اي اضافات ليها. بديله الملح بتاعه بغطي عليه وبسيبه بقى يستوي مع بعضه. هنا طبعا الحمام زي ما قلت لكم انا اول ما ابتدى يغلي هديت عليه النار خالص وبغطيه كده نص غطا، يعني حتى مش بقفل الغطا للاخر. بصوا ولا واحده فرقعت معايا شايفين؟ طول ما انتي مهديه النار عليه هيستوي معاكي بالراحه وهيستوي سوا حلو جدا. هنا بقى معايا المحشي بتاعنا بعد ما خلصناه. انا عندي هنا محاشي مشكله، هنا عملت الكرنب والكوسه مع بعض في حله واحده. هنا بديله معلقه زبده ومعلقه صلصه كده من اللي احنا كنا مسبكينها للمحشي. لو ما عندكيش صلصه او نسيتي يعني تشيلي من الصلصه المتسبكه، حطي معلقه صلصه من بتاعه الشركات اللي هي العلب العاديه. وبنزل بالشوربه بتاعتي تكون مغليه عشان تسيح معايا الزبده، وبرضه عشان تساعد معايا ان المحشي بتاعي يغلي بسرعه. بالنسبه بقى الشوربه بتاعه المحشي، انا بحط الشوربه لحد اول صف من اللي احنا رصينه. يعني بصوا شايفين الكرنب كده هياخد معايا لحد اول صف، ما تزيدش عن كده. طبعا حته الزبده والصلصه دي لازم علشان تخلي معاكي المحشي بيلمع، والصلصه دي بتخلي المحشي لونه احمر كده، ما تخليش الخلطه بتاعتك لونها يبقى ابيض من الشوربه كده. خلاص وبنهز بقى الحله بتاعتنا كويس. بصوا بقى ابتدى يغلي معايا بسرعه علشان انا حاطه الشوربه بتغلي. انا بقى بحط الورقه دي ورقه كده من كرنب الاخضر بغطي بيها الكرنب بتاعي، بتساعد في توزيع التسويه، وكمان بتساعد ان المحشي بتاعك ما يفكش وهو بيغلي، يعني كل ما يبتدي يغلي ما يفكش والرز يطلع منه. الحركه دي حلوه جدا جربوها. هنا بقى عندي البتنجان والفلفل، احنا عملنا كميه محاشي مشكله حلوه قوي، وكان في برده ورق عنب بس الصراحه ما لحقتش اصوره برده. هنحشي برده انا بوقفه كده وبحط الشوربه عليه من فوق، وده بيكون النهايه معايا. طبعا التليفون عمل معايا الحركه اللي هي مش كويسه وفصل خالص، حتى ما عرفتش اصور وانا بعبي الاكل. ده كان شكل الاكل معانا. عملنا الورق العنب والمحشي الكوسه والكرنب والبتنجان والفلفل ورز ابيض وبانيه وفراخ مشويه والحمام بتاعنا والممبار. خلصنا كل حاجه والاكل عجبهم جدا الحمد لله. الفيديو كده وصل معايا للنهايه وخلصناه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بعد كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.